ما هي أسباب قسوة القلب؟ أولا لابد أن نوضح ما هي قسوة القلب. معناها صلابة القلب وعدم رقته وخشوعه أمام الله تبارك وتعالى. أسباب قسوة القلب فهناك عدة أسباب. السبب الأول نقض العهد والميثاق. يقول تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وأيضا من الأسباب هو طول الأمل بالحياة الدنيا والاطمئنان إليها، في قوله تبارك وتعالى: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وأيضا كثرة الذنوب. ففي الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. وأيضا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة يقسين القلب: استماع له يعني الغناء، وطلب الصيد، وإتيان باب السلطان. وأيضا كثرة الكلام بغير ذكر الله. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. من أسباب قسوة القلب هو أكل المال الحرام. ففي كلام الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء أن قال لهم: كلكم عاص لأمري غير مستمع قولي فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم ويلكم ألا تنصتون ألا تسمعون. هذه الأسباب الخمسة من أسباب قسوة القلب. حياكم الله.